السلام عليكم. وصفتنا تاعنا اليوم هي عجة المرقاز. نبداو على بركة الله. المقادير تاعنا خفيفة ما فيهاش بزاف. عندنا هنا شوية تاع المرقاز على حسب أفرادنا. نشوفوا المقادير التالية اللي هي عندنا حبة طماطيش كبيرة مقطعة قطع صغيرة، عندنا البصل ثاني حبة بصلة مقطعة رقيقة، عندنا ملعقة تاع طماطم مصبرة، عندنا فلفل مقطع ثاني رقيق، والتوابل عندنا طماطم مصبرة، وعندنا التوابل ثاني شويه تاع فلفل كحل، شويه تاع كركم، وشويه تاع الملح، وشويه تاع فلفل عكري. نروحو نقلو هذاك المرقاز ومن بعد نعاودو نولو. هنا بعد ما قلينا المرقاز تاعنا نحيوه. الزيت هذه نتاعنا اللي بقات في المقله واش ندير فيها هذوك المكونات اللي تكلمنا عليهم قبيله، اللي هي البصل، الفلفل، نحطهم كامل، نحطهم فوق النار يطيبوا. تبع طابت عندنا لاصوص هنايا، نحط هذاك المرقاز كامل، نخليه هنا نحطو شويه يغلي فوق النار، يطيب شويه داك المرقاز، يطلق شويه فوق لاصوص، ومن بعد كسر عليه البيض. هنا بعد ما خدا غليه داخل لاصوص نتاعنا، ندير لهم البيض من الفوق. نحطهم نرش عليهم رشه تاع معدنوس، ونحطها فوق المقله فوق النار تكمل طيابها. رانا كملنا الطياب تاع البيض نتاعنا. هذه هي اذا العجه نتاعنا تاع المرقاز، يعني تتحضر في وقفه وسهله وبنينه في نفس الوقت. نكمل نرشها بالمعدنوس، وان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع هذه الطبخه وتجربوها في البيت وتنجحوا فيها وتاكلوها بالصحه والراحه. السلام.